هي الحكمة من قول الله تعالى حتى زرتم المقابر، ولم يقل حتى أقمتم في المقابر أو حتى دخلتم المقابر؟ أكيد سألت نفسك السؤال ده. معلومة كل يوم، يلا بينا. ربنا سبحانه وتعالى أنزل كتاب عظيم، كل كلمة وكل لفظ في القرآن ليه معنى وليه حكمة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول تنزيل من حكيم حميد. القرآن ده من عند ربنا سبحانه وتعالى الحكيم، فمطلوب مننا ان احنا نتدبر ونتفكر ونتعلم في تفسير ومعاني آيات القرآن علشان خاطر نزداد إيمان. طب يا عم خالد، ايه هي الحكمة بقى من لفظ زرتم المقابر؟ صلى على النبي. الزيارة في الغالب بتكون فترة مؤقتة وبتمشي. لو انا وانت مثلا رايحين نزور حد، هنقعد قد ايه؟ يوم، يومين، 3 ايام وهتمشي؟ شوية وهتمشي. لذلك القبر برضه فترة مؤقتة وهتمشي، مش هنفضل على طول في القبر، وبعدين هتخرج إلى يوم القيامة إما إلى جنة وإما إلى نار. كان ممكن بسهولة جدا لو القرآن ده مش من عند ربنا سبحانه وتعالى كان يبقى حتى دخلتم المقابر، حتى أقمتم في المقابر، لكن عشان خاطر القرآن ده من عند ربنا سبحانه وتعالى فاللفظة نفسها بتفرق. أنا خالد شريف بقدم معلومة كل يوم. لايك وفولو واستنى المعلومة الجاية. سلام.